ودخلته هنا ازاي؟ انت اللي مين يا حبيبتي ومين اللي قتلك كده؟ انت اللي قتلتها. يا رب، يعني انا هقتلها وجايب معايا شهود يعني يصوروا الجريمه في فيديو بوثقها؟ يا ستي انا مخرج ودي الاستاذه الممثله، بس هو الدم زياده شويه. انتوا اللي مين؟ دول بوظوا لي المشهد. هو انا كل شويه هفضل اعيد؟ انا في الكرفان بتاعي لغايه لما تحل مشاكلك اللي هنا. مش دي الاستاذه نيلي كريم؟ قولي له انت بقى، انا هروح اتصور معاه. حضرتك انا صاحبه الفيلا. ده انا مالي بالكلام ده؟ ده مش سبب يخليكي تخشي تبوظي عليا المشهد كده يا انتاج. انتاج! هم دول صحاب الفيلا اللي احنا مأجرين منهم. هو انت متاكده ان ده بيتكم؟ ممكن تكوني غلطانه ومش فيلتكم ولا حاجه. طبعا متأكدة، الفيلا دي فيلا جده، والناس دي نصابين. أنا صاحبة الفيلا. طب وليه الغلط ده يا استاذه؟ انا بصراحه اول مره اشوف بجاحه كده. يعني ناس تخش بيتنا وكمان تشتمونا وبتقولوا علينا نصابين. احنا اشترينا الفيلا دي من 3 سنين، وبصراحه احنا اول مره نشوفها. قصدك واخدينها بلطجة ووضع يد؟ لا 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 يا استاذه، لغايه هنا بقى ومش هنسكت. احنا صابرين عليكم بس علشان انتوا 2 ستات لوحدكم ومفيش راجل نرد عليه. والستات دي هي اللي هتحبسكم. كده طب يلا بقى من هنا، بدل ما اخش فيكم السجن 25 سنه وهيبقى على حق. طب ايه رأيك بقى ان احنا مش هنتحرك من هنا غير لما البوليس يجي؟ هو انت بتجمعي دي؟ انا ممكن امشي عادي. طب ثانية واحدة بقى، عشان أنا فعلا مش هسكت. أيوة يا حسام، تعالى لي حالا. وبعدين بقى يا سيف، بقالك 10 دقايق عمال تقولي كلام غريب انا مش فاهماه. بابي، دودي، جدو، ومش عايز تنام. عندك يا حبيبي بكره الصبح سامر كامب. طب قبل ما هقولك على سيكرت، بس توعديني انك ما تقوليش لبابي. طبعا يا حبيبي، a secret is a secret. بعدين زي ما انت مش بتقول لبابي ان انا بسافر، اكيد انا مش هروح اقول لبابي على السيكرت اللي انت هتقوله لي. ايش هو قبل ما اقولك، هو انتي وبابي هترجعوا لبعض تاني؟ سيف حبيبي، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلت لك انه صعب انه يحصل. هو بابي قال لي ان يبقى عندي مامي تاني، وقال لي ان هو هيتجوز وعايزني اشوفها، وانا اصلا قلت له ان عندي 2 مامي، انتي ودودي. هو قال لي خلاص هيبقى عندك 3. لا وليه؟ عادي يا حبيبي، عادي، عشان لما انا ابقى مسافره يفضل عندك 2 ماميز. هم دول يا حضرة الظابط، هم دول اللي سرقوا الفيلا واحتلوها. اهدي يا دلال، حضرة الظابط جاي يشوف شغله، سيبيه بقى يتصرف. اقبض عليهم دلوقتي. لو سمحت يا استاذه سيبيني اشوف شغلي. خير يا باشا؟ جالي بلاغ ان انتوا واخدين الفيلا دي بالقوه. الفيلا دي فيلتنا يا باشا، واحنا مشتريينها بقالنا 3 سنين، والعقد بتاعها اهو. مزور. وبعدين بقى والله لمكم كلكم نروح نتفاهم في الاسم. اتفضلوا معايا كلكم. ودينا مين؟ هنروح فين يا حسام؟ هنروح الاهرامات. هنروح فين يعني يا دلال؟ على الاسم، اتفضلي. يلا يلا. يعني ايه اللي انت كنت بتقوله ده بقى؟ يعني هنرفع قضية وهنكسبها، بس الموضوع ده بياخد وقت، يعني ممكن 3 4 سنين او ممكن اكتر كمان. لا بقول لك ايه، احنا عايزين الموضوع ده يخلص في اسرع وقت ممكن. طالما هم جوه الفيلا يبقى لازم نرفع قضية. هم معاهم عقد، المحكمة لازم تتأكد ان العقد ده مزور، والموضوع ده برضو بياخد وقت. طب لو احنا جوه وهم بره؟ لو احنا جوه هم بره، لا الموضوع كده يختلف. هم بقى اللي هيرفعوا قضية وساعتها هيخسروها. بس يعني في خطورة في الكلام ده، لأنهم ممكن يستخدموا العنف. ما تقلقش. في إيه يا ست أنت مالك؟ هم بره، أنتوا جوه، أنا أثبت حالي. وساعتها تبقى الشقة من حق الزوجة. زوجة إيه؟ بس اسكت، فيلم معالي زايد ومحمود عبد العزيز. دي آخر معلوماتك عن القانون؟ هاتي شوية ليمون. تسلمهولي ازاي وانا بالزرقاء؟ هقف جنبك يا باشا، انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول. انا بحب الممثل ده قوي. له شويه ادوار تحفه. واقعي كده، واقعي، بس هو تقيل شويه. اقوم ما تلبس الباب. طول ما انت يا باشا بالخدمه العبد الله بالخدمه. بس الزرقاء اقوم تلبس الباب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما تبس يا اخي بقى، عايزين نتفرج.
رزل. حاضر. بس ليكوا حق، ما انا عايزكوا في البيت من الساعه 9 ولابس لكلوك في عز الصيف عشان الدفه، ولا كاني بنت في تانية اعدادي. والايام التانية محروسه اللي اسمها فيروز خش بيت الساعه 11 الساعه 12 وش الفجر، ولا حد يقدر تلبس في وشها الباب. ما تعملوش معايا ليه زي ما بتعملوا معايا؟ ها؟ على اساس ايه ان انت بتقول لاختك ترجع متاخر يعني؟ اساس بتتصرمح مثلا ولا بتروح اماكن مش لا 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 لا، سيبونا سيبونا يا حبيبتي. تعالى بقى بص لي كده، اعدل لي نفسك كده عشان افهمك اللي انت مش قادر تفهمه، واعرفك ايه الفرق اللي بينك وبينها. الفرق اللي بينكم وبين بعض انها بتتحمل المسؤوليه وبتشتغل وبتصرف على نفسها وعلى بنتها ومدخلاها مدرسه انت ما تحلمش تعدي من قدامها. مش قاعد لنا في البيت زي الجاموسه الوالده تاخد مصروفك وخلاص. طب بمناسبة المصروف يا تاريخ، ما تزوده لنا شوية عشان الدنيا بقت ناشفة زي المستشفى. امال منين؟ قوم. جاي. احكي لي بقى الحته اللي فاتتني. هو لما راح لجوزها فابنه جاله. شك. انت هتقعد. Good morning. جود مورنينج يا روح قلبي، جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج جود مورنينج. صباح الفل. اقعدي هنا بقى قبل ما اخلص الحاجات اللي ورايا دي هحضر لك فطار حالا. ايه ده؟ عايزه فلوس كده على الصبح؟ على فكرة يا مازن أنا سمعتك امبارح وأنت بتكلم مودي عشان تستلف منها فلوس، فأنا حوشت فلوس لو عايز خدها. والله انت قلبي. لا انا هقول لك على حاجه احسن بقى. انت هتحوشي فلوس اكتر عشان لو مودي ما رضتش انها تديني فلوس اجي استلف منك انت. ايه رايك؟ على فكرة يا بابا لو عايز تنقلي من المدرسة أنا موافقة، ليه يا حبيبي كده؟ بس أنا مش عايزة حد تاني غير مامي. يا روح قلبي مفيش حد تاني هيكون موجود غير مامي، متقلقيش. وبعدين استني هنا، انا قعدت ساعه امبارح اقعد احكي في حكايات علشان تنامي، وفي الاخر ما نمتيش وقعدتي تسمعينا، صح؟ انت بتستعبطي، انت بتستعبطي. ها؟ تعالي هنا، تعالي هنا، يلا بينا، تعالي هنا. وحياتك يا شيهو تشوف لي حاجه كده بمفاصلي احسن، بيوجعوني شويه. صحيح. انا نسيت ان انت مش دكتور بجد. لا يا عسل الدين اللي انت فيه ده، انت ناسي ان انت عجزت وقفتك عجزت معاك. ايه يا عم في ايه؟ وبعدين قلت لك شوف الدكتور شوقي ده بيطري هيفهم فيك علم. طب كام واحد انتحر عندك النهارده؟ لا انا بلغ لكم بقى محسن الفات تيجي تاخدكم، وبعدين بلاش انت بلاش انت. انت كنت بتتعالج عندي وكل تسجيلاتك موجوده، فاهد شويه بقى. هو حد يقدر يقول غير انك انت اكبر دكتور في مصر؟ ايوه لما نفسيكوا كده شويه. ماشي. تعالى انت بقى عايزني في ايه؟ ولا تقول لي فهد زيهم؟ لا بقول لكم ايه، كلموا بعض كلموا بعض. جبت لي على ما انا وش خير. اصل انا بحب. بسم الله ما شاء الله، كبرت وشفتك يا عز بتحب. طب بتلجلج كده ليه؟ انت بتحب امي الله يرحمها؟ انا في موقف صعب. خير. اللي بحبها تبقى ام ادهم خطيب بنتي اللي فركشوا دول. الاكس يعني؟ طب وفيها ايه يا ابني؟ فيها ايه؟ ايه اللي فيها ايه؟ اروح اقول لبنتي انت وادهم مالكمش نصيب وانا وامه لينا نصيب؟ طبعا تقول لها كده. ازاي بقى انت كمان؟ يعني ايه ازاي؟ بص يا سيدي، الموضوع ده يخصك انت وهي، يعني اولادكم ما لهمش دعوه خالص. مش معنى هما ما حبوش بعض يبقى انتوا ما تحبوش بعض، هو مش يونيفورم. مش يمكن يا اخي اللي هيحصل دون يصلح علاقاتهم هما؟ تفتكر يا شاب؟ 100%. الو رويدة، مساء الخير. لا انا بتصل بس عشان اطمن عليكي انت وادهم. عملت اللي عليها؟ ازاي يعني؟ كل اللي اعرفه ان ادهم هو اللي قرر الانفصال. لا انا لازم اتكلم مع ادهم بقى. ها قولي لي يا تيتا،
انا اللي اقول لك؟ ده انت اللي تقولي لي. يعني فيهم واحد في دول هو السارق؟ ايوه، ولسه عندي كتير. يا ولد. طيب يا حبيبتي يلا شدي حيلك معايا. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بنحاول نحل الكيس بتاع تيتا علشان نقدر نوصل للمجرم. بنتك يا ستي عامله لي فيها كرومبو وعايزه تكتشف السارق. وقدرتوا توصلوا لحاجه بقى على كده؟ لا، لسه بنجمع الداتا. هي مين في الناس دول اللي انتي بتتهميه انه يكون سرق التابلتس؟ بصراحه هم كلهم زمايلي وعشره عمري وناس محترمه يعني. لا لا يا تيتا، انتي لازم كده تركزي معايا علشان نقدر نوصل للمجرم. طب بصي، تعالي نمشي ستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب ازاي يعني؟ عايزين نمشي واحده واحده، يعني تاتا تاتا. واحده واحده تاتا تاتا. انا معاكي للصبح يا ماما، اتفضلي. ماشي. يعني ده مثلا تفتكري انه ممكن يكون عنده دافع يخليه يسرق؟ استاذ اسماعيل، لا يمكن. مثال الشرف والنزاهه والاخلاق الحميده. بس ايه؟ هو الحقيقه متجوز 2 وبيعاني من المصروف، وبيحاول يلاقي اي طريقه يشتغل بيها شغلانه تانية عشان يجيب فلوس. يبقى ده عنده دافع يخليه يسرق. خلينا نشوف باقي الناس. طب وده يا تيتا ممكن يكون عنده سبب يخليه يسرق؟ الاستاذ كمال؟ لا 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 لا، ده من عيله محترمه جدا وهو ميسور الحال يعني. بس ايه تاني؟ صاحب كيف. يعني ايه صاحب كيف؟ لا ايه دي؟ يعني اي هلاس. ماما مش عايزين نفتح عينين البنت على الحاجات دي من دلوقتي. ما هي لازم تفهم، مش بتسأل. هي ماما مش دلوقتي. بصي حبيبتي، الراجل ده يعني بياخد حاجات كده بتضره قوي يا فريده. مخدرات وحشيش ولا دخل في سكه الكيمياء؟ ده استلمي بقى، ردي. مش مهم مش مهم. ماشي، يبقى ده برضو عنده دافع يخليه يسرق. خلينا نشوف باقي الناس. طب وده يا تيتا؟ منصور؟ لا ما اعتقدش. منصور راجل امين جدا وطول عمره معانا يعني. بس هو بصراحه ذمته واسعه وياكل مال النبي. يا جماعه انا احترت خلاص بصراحه. كلهم زمايلي وكلهم ناس محترمه. محترمه ايه يا ماما؟ دول لو عدوا من قدام اسم هيتقفشوا باللي انت بتقوليه ده. يتقفشوا؟ اصل ما حدش معاه مفتاح الاوضه غيري انا. عمري ما بسيبه يعني. لا دايما ببقى حاطاه في شنطتي. ايوه ده افتكرت. مره كنت رايحه اتوضى وسبت الشنطه فيها المفاتيح. رجعت لقيت منصور الفراش بينظف في الاوضه. قلت الله، ما كان بينظفها الصبح، هي سيره بقى ولا ايه؟ اول ما شافني ارتبك كده ما بقاش على بعضه. يبقى هو ده اللي عمل كوبي على المفتاح وسرق التابلتس. منصورة. بس كده احنا بقى مش عارفين نوقع اللي اسمه منصور ده ونخليه يعترف. يعني هو مفيش حد ناصح فيكم يعرف يوقعه في الكلام؟ يا بنتي ما هو عرفنا كلنا، انا وبابا واخواتي من ساعه ما رحنا حفله ترقيه ماما. طب بقول لك ايه، انا عندي الحل. عندك الحل؟ ولا زي المره اللي فاتت يوم القسم؟ ايه اللي حصل في القسم؟ ولا حاجه. قعدتي تتقنعري وتقولي يا عمو اللواء فلان العلاني قريبنا هيجي وينقذني وبتاع، وفي الاخر ابوك الحاج كان فاضل له تكه وينزل معانا الحجز. وانا اعمل لكم ايه بقى ان شاء الله لما تبقوا عيله رد سجون؟ على الاقل مش عيله هفا بيتحط علينا في فيلل. ايه الالفاظ المقرفه اللي انت بتقوليها دي؟ anyway انا قلت لك ان انا عندي الحل. بكره هنتقابل في الرسم بتاعي وهقول لك على الخطه. بس بقول لك ايه، انا عايزاكي تجيبي عزيز معاكي. اشمعنى عايزه عزيز يعني؟ على فكره عزيز اصغر منك ب3 سنين. مش فاهمه، وايه علاقه ده؟ فهمتك يا حبيبتي. انا فردة جزمتي انضف من عزيز بتاعك ده. على فكره انا ممكن اغلط فيكي، بس انت عندك حق على فكره. طب انت عايزاه في ايه؟ كفايه اسئله بقى.
ما قلت لك بكره هتعرفي كل حاجه. ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ باي باي. اف. حسابي معاكي بعدين. احنا جايين هنا عشان نعمل خطه اننا نرجع فيلة جده من النصابين اللي خدوها وضع يد، والموضوع ده هنحتاج فيه عزيز وفرقته. ايه؟ فيلة ابويا انا اتاخدت؟ حصل امتى الكلام ده؟ ما هو ده الخبر الوحش اللي انا كنت مخبيه عليك يا بابي. وجايين كمان علشان نعمل خطه نثبت فيها انه منصور هو اللي سرق التابلت عشان ماما حبيبتي ما تتحبسش، وهنحتاج في الخطه دي دكتور شهاب. ايه؟ انا اتحبس؟ انا بريئه يا ماما ما انت عارفه انا مش فاهمه ايه الافوره دي. ايوه انا بس بساير الجو يعني. طب يلا يا جماعه نبتدي. انت هتنقض عليه ولا ايه يا دكتور؟ انا بحلله جسديا عشان اعرف من اين تؤكل الكتف. قول لي يا دكتور، الشخص اللي قدامك ده عملي ولا عاطفي؟ لا لا لا، انا اعتقد انه شخص هبل. ده باين قوي ابتسامته اللي مش مفرقه وشه. هو اللي هبل برضه؟ عمرك ما هتبقى دكتور شاطر. تعال ورايا. صباح الخير. صباح الفل. مع انه التدخين ممنوع سعادتك بس ماشي. طالما ممنوع بقى يا فندم كمل. شكرا. احب اعرفك بنفسي. انا الدكتور شهاب الدين، صاحب مدرسه الفردوس انترناشونال سكول اللي في المروتيه. طب وبعدين؟ حقيقه انا عانيت وانا بخلص الورق والاجراءات بتاعتها، ودفعت اللي ورايا واللي قدامي واللي جنبي كمان. جت الوزاره قالت لي محتاجين 500 تابلت، قلت مفيش مشكله. صراحه مستر علاء الجي ام بتاع المدرسه بتاعتي اقترح. انت اقترحت ايه يا مستر علاء؟ مدرستي؟ المدرسه اللي في المروتيه. اه اقترح عليا نيجي نسال في الوزاره هنا على 500 تابلت. تصور يا فندم سالنا لقينا التابلت الواحد ب 3000 جنيه. يرضيك؟ 3000 جنيه؟ لا طبعا ما يرضينيش سعادتك. بس انا برضو يعني هفيدك ازاي؟ ايه التواضع اللي حضرتك فيه ده؟ اي مصلحه حكوميه في الدنيا بيبقى فيها شخص زي سعادتك كده وقور ومحترم، بيبقى عارف كل كبيره وصغيره، عارف الرخيص فين الغالي فين رايح فين جاي منين كده يعني. اللي يجي في السالك هالك، ولكل مكان ما يقال فيه، وزي ما سعادتك شايف المكان هنا كشري، مش هينفع نتكلم. احنا نتقابل على القهوه اللي على صف المصلحه بالليل ونتكلم. بتقول لي افيدك بايه؟ السلام عليكم. مع السلامه يا باشا. بنجدو علم الغزل ترى 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 لا 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 لم ترم ترم تم تم تن 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 تن. مساء الفل يا دكتور. مساء الهنا. مين غالي؟ ده شوالك. ايه الكلام؟ تشرب ايه الاول؟ الله يخليك يا باشا، خلينا في الشغل. انا نكشت لك في حوار التبالت ده كل المعارف، ما طلعتش غير ب 200 حته، ووقعت لك الحته على 2500. بس ده كتير، انا عايز حاجه اقل يا عم. والله يا باشا خليني اكلمهم كده ويمكن لعل وعسى نوقع الحته على 2000. لا كتير برضه. لا يا باشا اقل من كده خساره، وبعدين انا الراجل ماشي بربع دماغ والربع التاني هربان من الديانه، فدماغي مش حمل تصلى ساعات. خلاص 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 يا عم انا موافق. بس انا محتاج جهازين اتفقهم بالمعايير وهدفعهم لك كاش يا عم. فاول يا باشا، اعتبر الجهازين تحت رجليك وانا هديهم لك كادو. كادو؟ والله ده راجل عسل. بس واضح ان انت يعني عندك مخزن كبير وفيه اجهزه كتير، عشان كده مش فارق معاك الاتنين كادو دول قوي. يا باشا لا مخزن ولا حاجه والله، دي مصالح بنشبطها ببعض، وبعدين ده رزق بتاع ربنا. ونعم بالله يا سيدي. خلاص يا باشا، هجيب لك الجهازين على بالليل ونتقابل. متفقين. سلام يا دكتور. حبيبي الف سلام. الف سلام.
بروفيسور. شايف؟ مش بطال، الحيطان كويسة، في سقف، القلل دي عايزة تتملي. اوكي تمام. ايه رأيك يا بروفيسور لو صورنا هنا مشهد البطلة والتنين؟ بطلة والتنين؟ انت ما قريتش الورق كويس؟ المكان ده لازم يتصور فيه خناقة توم هانكس وهو على الأسد وبيصارع صفية العمر وهي على التمساح. انت ممكن تحجز ما بينهم. تنانين ايه واسود ايه يا باشا؟ انت عارف ان انت هتمضي على عقد ان مفيش حاجه في الفيلا دي تبوظ وانك هتسلمها لي زي ما استلمتها؟ يا جدع انت CGI، سيدي جابر انتليجنس. ها؟ جرافيكس يعني، جرافيكس، ما تشغلش بالك. انا كنت فهمت اللي قاله ده لما هفهم اللي انت بتقوله. مش انت ليك تستلم الفيلا زي ما خدتها؟ تمام، احنا على اتفاقنا. المهم بس تقول لنا السعر يبقى عامل ازاي. احنا هنصور يومين، ممكن نفتح اسبوع، الله اعلم. اكرمنا في السعر، احنا هنبقى زباينك. 45,000 جنيه في اليوم. طارق اديله 50. بسرعة! مش وقت. بتعمل 50 اللي في الشنطة اديهم لي. تمام؟ كده انت معاك 50، فاضل لك 40 ان شاء الله تاخدهم بعد التصوير ان شاء الله. تمام يا استاذ. استاذ مجنون ولا ايه؟ انت فاكر نفسك بتتعامل مع اي مخرج؟ ده البروفيسور عزيز. خلاص يا طارق خلاص، انا هنسحب بما ان الناس مش مقدره الموهبه الفذه اللي هي يلا هشوفك في التصوير. يلا سلام. مسا عليكم. اتأخرت كده ليه يا دكتور؟ اتأخر براحته، انت مراتي؟ لا، هو انت بتتكلم كده ليه يا دكتور؟ اتكلم زي ما انا عايز براحتي. لا يابا اتكلم زي ما انت عايز. ايه نزلني. اقعد يا ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ برضه مش عايز تقول جبت التابلت ده ازاي؟ يا بيه انا اشتريت التابلت ده. هو في مشكلة ان الواحد يشتري تابلت يعني؟ المشكلة ان السيريال نمبر بتاع التابلت ده هو نفس السيريال نمبر بتاع التابلت اللي في عقد ست عناق. ما هو انا يا بيه لما جيت اشتري التابلت يعني مش هبص على السيريال نمبر بتاعه يعني. يا جدعان الواد ده بيحور، سيبوهولي انا هاخده انفضه واخليه يعرف يتكلم. ده اهدى، احنا بنصور. هو عاقل وهيتكلم. ولا عايز تشيل القضية لوحدك؟ يلا يا جماعه عايز اصور. يلا يا جماعه نعمل كلير للشط عشان عايز اصور، الشمس هتروح مني. احنا ايه؟ بالليل. يلا يا جماعه الشمس راحت مني. هو ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي قدامي على المونيتور ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ واقفين بتنيلوا ايه هنا؟ الممثلين نفسهم مش واقفين قدام الكاميرا، انتوا واقفين قدامها بتنيلوا ايه؟ يا باشا احنا بنحرس المكان ونأمنكم. واهو بالمره يعني قلنا نتفرج. وانا مش سامعه ليه؟ عشان دي. بتقول ايه؟ يا باشا احنا واقفين نحرس المكان ونأمنكم. واهو بالمره قلنا نتفرج. قلنا نتفرج؟ انت بتهرج يا بيه؟ انت جايب قصدي شغلي؟ ما احنا واقفين بعيد عن الكاميرا اهو. واقفين بعيد عن الكاميرا؟ يا طارق الحقني يا طارق. عايز تعمل ايه وانا هعمله؟ يا طارق انا عايز اخد شوت للفيلا ما فيهاش حد، عايز اخد توتال. انا بحكي لك خلاص اجي اقف وراك مع الناس عادي. تيجي تقف ورايا مع الناس؟ لا يا حبيبي، ده انت تروح بقى تقعد على المونيتور وتخرج انت، ولا اشوف تشرب ايه. العفو يا بروفيسور، العفو. طارق الحقني يا طارق. عايز تعمل ايه وانا هعمله لك؟ الله عليك، القطعتين دول بره. خلاص يا عم ما تزعقش. طالعين. لا 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 لا، ده الشغلانه جابت هوا.
يلا. ايه القرف ده؟ انتوا فاكريني ايه؟ على الطلاق ما هتخشوها تاني. نتأدب. فاكريني مخرج؟ لا، ده انا صايع. ضل. باشا احنا عايزين نعمل محضر اثبات حاجه، ادينا اهو احنا جوه وهم بره. ايه ده؟ انتوا ازاي تدخلوا مكتبي كده من غير استئذان؟ هو ده الادب؟ اتعلمتوها فين دي؟ انا مش قلت يا زفت الناس الزباله دي ما تخشش مكتبي تاني؟ اهدى يا عم بتاع الزباله، انت اهدى. لا مش ههدى، وهجيب لكم الامن بقى. قال لك اهدى. هو في مشكله ان الواحد يشتري تابلت يعني؟ المشكله ان السيريال نمبر بتاع التابلت ده هو نفس السيريال نمبر بتاع التابلت اللي في عود ست هناء. غور يا زفت يا جلاب المصايب، غور واقفل الباب وراك. خيابك الله يا اخي. شفت بقى الهدوء حلو ازاي؟ دلوقتي بقى انا عندي استفسار يعني. ايه اثباتاتكم ان الاجهزه اللي في الفيديو ده هي نفس الاجهزه اللي اتسرقت من المخزن؟ بقول لك يا عصمت بيه، السيريال نمبر لو بلغنا الحكومه مش ممكن هي تيجي تتصرف وتشوف الموضوع ده، ولا ايه رايك؟ طب والله فكره حلوه جدا. عزك الله يا اخي. طلباتكم. شوفوا احنا قدامنا كذا حل. اول حاجه ان احنا نبلغ البوليس وانت تتحبس. ما هي بنتك ومراتك برضه هيتحبسوا. انت ناسي ان انا عامل فوقهم محضر عشان هم ضربوني؟ ما تخليه يشوف حل تاني يا اخي. 1 تتنازل عن محضر هناء. 2 تتنازل عن محضر فيروز. 3 تطلب نقلك من المصلحه. موافق، بس 3 لا. وانا موافق ان 3 لا، بس مالكش دعوه بهناء نهائيا. وهي كمان ملهاش دعوه بيا، انا ما بداتش بالاذيه، هي اللي ست مؤذيه خيبها الله يا اخي. ما تخليناش نتكلم بقى. خيبها الله. طيب نتقابل في النيابه احسن. لا استنى، قبل ما نروح النيابه في حاجه بقى ولا يمكن اتنازل عنها. ايه تاني؟ ال 10000 جنيه كفاله تديهم. يا سيدي هدفعهم لك انا، بس نخلص. شرفتم. خيبك الله. يلا. شنطة الأكل في الفريزر، أنا سايبها لآخر لحظة عشان ما تسحش. أول ما تروحي لندن تحطي الأكل على طول في التلاجة. حاضر، بس ما كانلوش اي لزوم يا زوزو. وانا يعني مش هلاقي اكل في لندن؟ لا فيها طبعا، بس ما فيهاش لا حمام ولا فراخ بلدي ولا ملوخية. اوبا، ملوخية خضرا. ياه، قصة مؤثرة جدا. معقولة لندن ما فيهاش ملوخية؟ هتابوكوا؟ طيب حقكوا عليا. طب والنبي ما تزعل، احنا بنهزر معاك. انا عندي اغلى منكم انت ودودي وسيفو، طبعا اغلى واحد فيهم. هتوحشيني على فكرة. وانتي كمان خلي بالك على نفسك. وانتي عشان خاطري خلي بالك على سيف. اديكي شايفة ببقى موجودة ومش عارفين نسيطر عليه. ما تقلقيش، وبعدين يعني كده كده سيف بيحبني اكتر منك، فاكيد هيسمع كلامي. نبي ايه؟ صح الكلام ده؟ ماشي. هو انا عموما افرح لك، يعني انت اختي برضه، مش حد غريب. ده بجد انا عارفه ان هو امانه في رقبتك وهتحافظي عليه. ممكن ما تتأخريش عليا؟ انت لسه مصر على اقوالك يا استاذ رضا؟ اقوال ايه سعادتك؟ ان مدام هناء وفيروز قاموا بالاعتداء عليك وسببوا ليك اصابات بالغه. مدام هناء؟ مدام هناء؟ مدام هناء ايه اللي تضربني سعادتك؟ الست مشكوره لما لقيتني متحور كانت بتحاول تعالجني، هي وبنتنا الفاضله الاستاذه فيروز. انت مش لسه من يومين كنت بتتهمها بضربك عشان اكتشفت انها اختلست من عقدتها؟ انا؟ اقسم بالله ما حصل. طب والله 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 من غير حلفان اهو، مدام هناء دي مثال النزاهه. سعادتك دي اشرف مني انا شخصيا اعزك الله.
ده اذا ذكرت الامانه ذكرت مدام هناء. انت متاكد من اقوالك دي؟ طبعا. حضرتك كل الكلام اللي قلته المره اللي فاتت مثبت في محضر رسمي. كنت تعبان ساعتها، تعبان تحت تاثير البنج ساعتها. تقدر تقول اعزك الله اني كنت بهيس. افهم من كده انك عايز تتنازل عن القضيه. طبعا طبعا يا فندم، دي مدام هناء دي اعزها الله. بقول لك بريئه. بيقول لك اعزك الله. يبقى خلاص كده. والله العظيم يا عز بيه الواحد ما عارف يشكرك ازاي على الموقف النبيل اللي انت عملته معانا ده. العفو، ما تقولش كده، وانا عملت ايه يعني؟ لا يا عز بيه حقيقي الناس معادن بيبان معدنهم وقت الشده. حضرتك اخلاقك عاليه جدا ومعدنك اصيل جدا. انا مش عارفه اقول ايه. حضرتك جوهره. الله يخليك. وحضرتكم يعني عائله محترمه. شكرا يا فندم، شكرا. انا عارفاك على فكره، وانا كمان عارفه. مش انت سيف اللي الستودنتس على طول بيضربوك في المدرسه، وكمان بتاخد بانشمنت كتير قوي، وانتي كل اصحابنا بيتكلموا عليكي ويتريقوا عليك. ايوه بس علشان انا شاطره وهم لا. خلاص بقى يا ولادي حبايبي. طب بقول لكم ايه يا جماعه، بما اننا متجمعين انا شايفه انها فرصه كويسه جدا عشان نتكلم في موضوع المدرسه. ايوه طبعا، خصوصا بعد ما خلصنا موضوع الفيلا والجماعه النصابين دول عرفوا انها رجعت لنا وخلاص مش هيعرفوا يعملوا حاجه تاني. تمام، قولي لي بقى عايزه كام مقابل الترخيص؟ لا مش فاهمه. ايه اللي انت مش فاهماه؟ انت هتديني الترخيص وانا هديكي فلوس عشان نعرف نفتح المدرسه. ايه بقى في كلامي مش مفهوم؟ ترخيص ايه اللي حضرتك بتتكلمي عنه؟ وانت كنت عايزه تبيعي ترخيص المدرسه بجد ولا ايه؟ لا والله يا بابا، انا كنت فاكره ان احنا هنكون شركاء. ولا ايه؟ شركاء؟ انت ازاي جه في بالك حاجه زي كده اصلا؟ انا عمري لا قلت ولا جبت سيره موضوع زي ده. انا اكتر حاجه ممكن تجمعني بيكي هو موضوع الترخيص مش اكتر. ايه العنجهيه اللي بتتكلمي بيها دي؟ وبعدين ترخيص ايه اللي انت عايزه تشتريه؟ لعلمك بقى انا لو الترخيص ده جالي فيه ملايين لا يمكن ابيعه. ملايين؟ لا لو كده بقى اروح اجيب ترخيص جديد احسن. يا سلام، انت فاكره ان الموضوع سهل كده؟ اي حد معدي بقى يفتح له مدرسه، الموضوع فيه شروط وتعقيدات جامده جدا. بس يا بابا خلاص يا فيروز، الكلام خلص لحد كده، يلا بينا. استهدوا بالله يا جماعه، خلونا نفكر بس. وانتي اهدي شويه. بلاش طعميه بتعمل لك حموضه. طب هاتي الجبنه دي. ما هي الجبنه دي انت عارف الكالسيوم بالنسبه لك. هات شويه بطاطس. بارده. هاتي بيضايه. لا 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 بلاش البيض عشان بيعمل لك انتفاخ. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. ايه لابسه ورايحه بدري فين كده؟ لا ما فيش، ده خالد قال لي على شركه كده عايزه ناس فهروح اعمل انترفيو. طب يا قلب ماما اقعدي كلي لك لقمه قبل ما تنزلي. والله يا ماما مستعجله مش هلحق خالص. يا ترى مستعجله بجد؟ ولا عايزه تهربي باني اسالك على اللي حصل امبارح؟ انا مش مصدق لغايه دلوقتي انك انت كنت عايزه تبيعي الترخيص، تصوري؟ هو حضرتك شفتني بعته ولا حضرتك عايز تصدق بس القصه اللي انت راسمها في مخك وخلاص؟ وطالما ما فيش حاجه حصلت يبقى انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني، من فضلك يا بابا. عاجبك انا؟ انت دخلت غلط. طب صدق مش واكل؟ لا والاكل ماله؟ مفيش حاجه اسمها مش هتكلم في اللي حصل. زي ما دخلتيني وانا كنت ساكت وصابر وما بتكلمش، لازم اعرف ايه اللي بيحصل. ماشي يا بابي، هحكي لك طالما الموضوع مهم بالنسبه لك كده. الموضوع يعني وما فيه ان انا كنت عايزه اخد فيلة جده واعملها مدرسه، بس لقيت بقى حوار الترخيص ده حوار صعب جدا، لحد ما قابلت اللي اسمها فيروز دي، وبالصدفه لقيت معاها ترخيص مدرسه. قلت حلو، انا اشتري الترخيص منها واعمل المدرسه اللي انا نفسي فيها. معرفش بقى ازاي خيالها المريض ده صور لها ان انا ممكن اشاركها، وبغبائها هي اللي عملت كل ده. وما فكرتيش تقولي لصاحب الفيلا على اللي انت بتفكري فيه؟ يعني الحريه اللي انا مديها لك انت تلغيني كده متصوره ان انا هوافق على اي حاجه؟ هو انت ترفض ليه اصلا يعني يا بابي؟ فيلا مش مستفيدين منها اي حاجه، ده غير ان انا هعمل عليها مشروع مهم جدا بالنسبه لي، وفوق ده كله بقى هنحل مشكله سيف. يعني عايزه تصلحي غلط بغلط اكبر؟ هو فين الغلط يعني يا بابي لما ابقى عايزه اعمل مشروع؟ عشان تعملي مشروع لازم تكوني محضره له كل ده، عشان خايفه تواجهي اختك وتشمت فيكي وطز بقى في الفلوس وطز بقى في الخسائر اللي هتحصل. دلال،
انت عارفه فلوسي كام في البنك؟ لا عارفه البيت ده بيصرف كام في الشهر؟ اكيد يعني يا بابي بيصرف كتير. انا مش فاهمه ده علاقته ايه باللي انا بقوله. علاقته ان اي مشروع عايزه تعمليه لازم تعملي فيزابيلتي ستادي عشان المشروع ينجح، مش زي مشاريعك الفاشله. انت عارفه المدرسه بتكلف كام؟ عارفه انا فلوسي اللي في البنك مكفيه البيت بالعافيه؟ فاكره ان لما جيتي تعملي مشروع المطعم قلت لك خلي بالك دي اخر فرصه ليكي؟ وبعدين هتوفقي ازاي ما بين المطعم والمدرسه؟ ولا المطعم هيبقى من المشاريع الفاشله يحصل اللي قبليه. الحياة زي المدرسة، كل يوم بتعلمنا دروس جديدة. في دروس بتبقى زي حصص الألعاب، بتعدي هوا وبتطلع منها مبسوط. وفي دروس بتبقى زي حصة الفيزياء، معقدة وبتخرج منها كاره نفسك وكاره حياتك كلها. بس لازم تعدي بكل الدروس، الصعب منها والسهل. الفرق بس إن دروس المدرسة كلها بتتنسي وبتعدي، لكن دروس الحياة بتعلم فيك ومش بتنساها بسهولة. لكن اللي أقدر أقوله لكم إنه كله هيعدي وكله هيتنسي ومفيش حاجة ممكن تكسرنا. أشوفكم على خير ويومكم جميل. على جنب هنا يا استاذه. يا ريت لو سمحت. هو صحيح فين الشيف وفين بقية الستاف؟ لا ما انا شغلهم ما عجبنيش، فمشيتهم بقى وجبت ناس تانية. دلال انت بتكدبي عليا. ده انا ساره ابص في عينيكي اعرف على طول ايه اللي بيحصل. طب طالما بسم الله ما شاء الله عليكي نبيهه قوي وذكيه كده، تسالي ليه؟ واضح كده ان انت مش عايز تحكي وانا مش هضغط عليكي، بس عامه ما تكبريش. الطريق لو فيه مشكله بنلف ونرجع عادي خالص يا دلال. يعني ايه بقى؟ مش فاهمه. لا فاهمه كويس، واضح قوي ان المطعم بيخسر. استاذه دلال عز الدين. انا دلال عز الدين. وانا محضر الضرايب. انا مش دلال عز الدين. مش حضرتك صاحبه المطعم؟ انا صاحبه المطعم. يعني حضرتك استاذه دلال؟ طب بعد اذنك عايز رقم البطاقه الضريبيه. استاذه بعد اذنك رقم بطاقه التسجيل الضريبي. لا ما عنديش حضرتك. هو حضرتك اصلا مسجله بالمنظومه الضريبيه ولا لا؟ منظومه ضريبيه ايه؟ حضرتك مكبر الموضوع كده ليه؟ يعني اساسا المطعم قدامك فاضي ومش شغال اصلا، ده الشيف مشي. طب رقم القيمه المضافه. هنضيف ايه حضرتك؟ ما هو ما فيش ضرايب عشان نضيف عليها حاجه. واضح ان انت اصلا ما عندكيش محاسب قانوني. ما عنديش حاجه خالص حضرتك. انا اسف يا فندم، انا مضطر اعمل لحضرتك محضر تهرب ضريبي. كلمي حسام يا ساره. وشغاله في الريل استيت بقالك قد ايه؟ 4 سنين. هايل. وباين من السي في بتاعك انك عندك خبره كبيره. بس المشكله انك بتنقلي كتير بين الشغل. يعني اخر شركه مثلا قعدت فيها حوالي 3 شهور بس. لا ده عشان بس كانت بنتي تعبانه فقعدت جنبها شويه، لكن غير كده حضرتك هتلاقي ان انا بقعد اكتر من سنه. يعني اول شركه دي كانت شركه صغيره قوي، قعدت فيها اكتر من سنه. طيب وعملتي ايه في شركه خيري منصور؟ بعت اكتر من 70 يونت ما بين فيلل وشقق ودوبليكس. ممتاز. ممتاز جدا. طيب شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ عندي مدرسه. هلال ازيك؟ ازيك يا ادم؟ الحمد لله. بتعمل ايه هنا؟ مفيش بقى، نازل اشتري شويه حاجات وابص على حاجات. انت عامله ايه؟ غريبه يعني، لسه لابس الدبله. لا ما هو انا اصلي هاي. دلال صاحبتي هاجر خطيبتي. اتشرفت. طبعا اذنكم. اتفضلي. تعالي انا
شفت حاجه هنا عايز اخد رايك فيها. عارف يا سيف، انا حاسه ان انا ما كانش المفروض اتعصب على مديرتك. ايوه بس هي بصراحه قليله الادب وتستاهل اللي جرالها. عندك حق. انا حاسه ان انا فاشله. ممكن. مع ان والله العظيم خططت للمطعم ده كويس جدا وعملت كل حاجه اقدر عليها. ايوه. انت عارف ان ادهم خطب، بس خطب واحده كده ملهاش لازمه. انا قلت كده برضه. بس بصراحه اللي خطبها دي ناجحه وبتعمل 100 حاجه في نفس الوقت وبتعملهم كلهم بشطاره. انا قلت كده برضه. انت عارف يا سيف، انا حاسه ان انا محتاجه حاجه كبيره، محتاجه احقق حاجه، محتاجه يبقى ليا كارير ناجح. على فكره بقى، انا مش فاشله. عارف ليه؟ لاني بخطط لكل حاجه كويس قوي. هو بس كل اللي انا محتاجاه شويه وقت على شويه حظ. انا حاسه يا سيف ان انا محتاجه. ايوه فهمت. سيف انا بتكلم معاك على فكره. ايوه عندك حق. انا غلطانه ان انا قاعده بضيع وقتي مع عيل صغير. برتقال. حاضر حاضر. ايه اللي جابك؟ ما انا اتصلت بيكي اكتر من 20 مره ما بترديش عليا. ومش هرد عليكي، قلت لك ان انا مش عايزه اتكلم معاكي تاني ولا لساني يجي على لسانك. ايه القرف ده؟ ايه لساني يجي على لسانك دي؟ ما اكيد حتى لو متصالحين عمر ما لساني هيجي على لسانك، ده يبقى حتى شيء مقزز. يا بنتي لساني يجي على لسانك دي انت عايزه ايه دلال؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ ما اظنش هيبقى في حد جوه مبسوط بوجودك، خصوصا بعد اللي انت عملتيه. على فكره بقى. وعليكم السلام، اتفضل يا عم. ربنا يخليكي يا بنتي. على فكره انتوا عيله اوفر، انا مش فاهمه يعني هو حصل ايه يعني لكل ده؟ ما جاوبتيش على سؤالي، انت عايزه ايه دلال؟ اتفضل يا عمو. تسلمي لي يا بنتي. بصي انا عايزاكي في حاجه مهمه قوي، عايزاكي بس تسمعيني الاول وبعدين تبقي تحكمي، بس من الواضح ان احنا مش هنعرف نتكلم هنا. خشي كده البسي وانا هنزل استناكي تحت. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا عمو. ربنا يخليكي يا حبيبتي. هو انتوا الجيران كلها بترجع في نفس الميعاد مع بعض؟ ادخلي بقى في حياه الناس، ده انت غريبه جدا. لا بقول لك ايه، اهدي كده، انا ما عنديش استعداد اتخانق معاكي خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا عمو. يعني هي العماره كلها بيتقال لها اتفضل الا انا ما بيتقاليش اتفضلي؟ عشان انت ما قلتيش السلام عليكم. السلام عليكم. بقالي اكتر من ساعه حبيبتي قاعده مستنياكي. وايه يعني؟ ساعه 10 ما تستني، مش انت اللي عايزاني؟ طب ايه رايك يا فيروز يا حبيبتي تتكلمي بطريقه احسن من كده؟ والله طريقتي مش عاجباكي، وانت طريقتك كانت جميله لما هزقتيني قدام اهلي وغلطتي فيهم وما فكرتيش حتى تعتذري. ما خلاص بقى يا فيروز، يعني الموضوع خلص، ما تكبريش الدنيا كده. وانا عايزاكي في موضوع مهم، بس انا فكرت وقررت اتنازل ونبقى شركاء. والله هتتنازلي؟ لا يا حبيبتي ما تتنازليش، انا سايبها لك مخدره. بلاش بقى شغل العيال ده، عندنا كلام مهم نتكلم فيه. انا فعلا عايزاكي تبقي معايا بس بشرط. كمان هتتشرطي؟ اصل انا بصراحه بقى شايفه انها هتبقى انفير ان الارباح تبقى نص بالنص، خصوصا يعني ان الفيلا فيلتي والفكره فكرتي. يعني انا شايفه انها هتبقى فير جدا جدا ان انا ابقى 80% وانت 20%.
هو كلامك منطقي، بس خليها 70-30. ماشي. وعندي شرط. اتفضل. انت 70% في الارباح والفلوس، لكن الاداره 50-50. ماشي. وعندي شرط كمان. ازاي؟ اللي يكتب العقود المحامي بتاعي. انت كنت بتتفرجي على مسلسل ايه يا حبيبتي قبل ما تنزلي؟ مالك يا ماما؟ عقلك ده فيه حاجه؟ يعني انا والمحامي بتاعي هو اللي كتب العقد هيكتبه بالحبر السري مثلا؟ ما انت هتقري كل حاجه قبل ما تمضي عليه. استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين ثانيه واحده، انت عندك محامي؟ عندك محامي؟ ما عنديش. يبقى نزلي رجلك. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه يا ساره ده؟ انا افتكرت النور مقطوع والسخان مش شغال ومش عارف اخد شاور. هو ده كل اللي فارق معاك؟ اه طبعا هو ده كل اللي فارق معايا، جاي تعبان وعايز اخد شاور. طب بالنسبه للعشاء ده اللي انا طلع عيني فيه، مش هتاكل معايا؟ مش قادر. كلت بره بألف هم. سيو. لا بقول لك ايه، ما هو مش معنى ان احنا اتفقنا واستحملت شغل الجنان اللي انت عملتيه ده تبقي فاكره ان الدنيا لطيفه وان الحياه حلوه. الموضوع صعب جدا ولسه عندنا حاجات كتير جدا نفكر فيها، ده لو احنا يعني عايزين ان المشروع ده يكمل. احنا دلوقتي عندنا 2 بوتل نكس. اولهم موضوع الترخيص. احنا لازم نشوف احنا المفروض نعمل ايه علشان اجراءات التصاريح دي تخلص بسرعه. انا عايزاكي تطمني من الناحيه دي خالص. طالما الترخيص موجود، كل اللي هنعمله هنطلب موافقه هيئه الابنيه التعليميه. هيبعتوا لنا لجنه، اللجنه هتشوف المكان مطابق للمواصفات ولا لا، وتحدد لنا كثافه الفصول. وانا يا ستي خلصتك الموضوع ده. انا ماما شغاله في وزاره التربيه والتعليم، كل الناس هناك حبايبها. على فكره الموضوع ده في الاساس معقد جدا وصعب، لكن انا عارفه ان ماما مش هتسكت غير لما تخلصه لنا في اسرع وقت. يعني احنا في المشروع ده معتمدين على مامتك وزمايلها. الله، اللي انا اساسا اول تعارف ما بيني وما بين مامتك كانت ضاربه مديرها وهو ساحلها على الاسم ومتهمه في قضيه سرقه. ده ايه الحلاوه اللي انا فيها دي؟ لا حقيقه انا متفائله واطمنت. ايه المشكله التانيه يا دلال؟ الفلوس اللي احنا هنعمل بيها المدرسه. يعني انا مبدئيا كده هبيع العفش هنا لان كده كده هقفل المطعم، بس ستيل الفلوس دي مش هتغطي ربع التكاليف. طب هو الحاج ابوكي مش ناوي يساهم معانا؟ لا، ما هو بابي لسه اصلا مش موافق على موضوع فكره المدرسه دي، بس عادي يعني انا بسهوله جدا هقنعه. ايوه بس برضه هنعمل ايه في باقي الفلوس؟ بصي احنا الحاجه الكويسه اللي واقفه في صفنا ان شويه النصابين اللي كانوا محتلين الفيلا دي موضبينها نوعا ما، فكل اللي احنا محتاجينه يعني شويه فلوس قليله. انا شايفه ان احنا ممكن نعمل لون. لا هو اكيد هتاخد وش دهان، احنا محتاجين برضه نحط شويه الوان في المكان. وش دهان ايه والوان ايه؟ لون يعني كارد. فاهمه على فكره، مورتج يعني. مورتج؟ يا نهار اسود ومنيل. بقول لك ايه، انا اعرف ناس ممكن تخلص لنا موضوع الكارد ده بسرعه، ومن هنا لحد ما ده يحصل انا ممكن استلف من بابي الفلوس دي ونبقى نرجعها له اول ما يجي لنا موافقه الكارد. وعشان ما نصعبش على نفسنا الموضوع، احنا ممكن نبتدي المدرسه من جريد 1 لجريد 5. ايه ده، هو ينفع نعمل كده؟ هو انت ما تعرفيش ان احنا ينفع نعمل كده؟ لا ما اعرفش. اي مدرسه جديده ممكن تعملي فيها كده عادي. امال قاعده بس تقولي لي تراخيص وبابا ماما ووزاره التربيه والتعليم وما عندكيش اي معلومات كده خالص؟ بصي يا دلال، بغض النظر عن اتيتيودك، بس انا حاسه ان الخير كله هيجي لنا ومتفائله والله. انا كمان متفائله قوي. لا يا دلال، لا يعني لا يا بابي. طب ممكن بس تقولي انت معترض على ايه؟
وانا والله العظيم هريحك. وبعدين هو انا طالبه ايه يعني؟ انا كل اللي انا طالباه ان انا هاخد الفيلا هحولها المدرسه. ده غير بقى ان انا مش طالبه منك فلوس، هم بس شويه فلوس صغيره كده في الاول لحد ما تجيلي موافقه القرض وانا هرجعهم لك. كل مرة نفس الكلام، فلوس ودرس المشروع كويس قوي وبتفشلي، وفي الآخر أنا اللي بشيل الليلة. لا بس المره دي حاجه تانية خالص. عارف ليه؟ لاني مخططه كويس جدا للمشروع. واللي انت ما تعرفوش بقى ان انا بقالي فتره طويله جدا باخد كورسات في الاداره. ده غير يعني ان انا قلت لك ان انا هرجع لك الفلوس اول ما يجي لي موافقه القرض. وبعدين يعني هو انت خسران ايه؟ انا اللي رجعت لك الفيلا بعد ما كانت متاخده منك. أنت بتحسبيها فلوس، أنا بحسبها طريقة تفكير وعمر. غلطت في موضوع سيف فقررتي تفتحي مدرسة عشان خايفة من مواجهة أختك وتدخلي نفسك في حاجة أنت ما بتفهميش فيها حاجة خالص. فشلتي في المطعم فتفتحي مدرسة، وقرار غلط يجيب وراه قرار غلط، ونسيتي إنك كبرتي وما اتجوزتيش وما خلفتيش ولا مخططة لمستقبلك. ممكن اعرف بقى ايه علاقه ده بده؟ ولا هما كانوا كلمتين محشورين فلما صدقت تيجي لك الفرصه ان انت تقولهم؟ مع ان يعني انا ما انكرش ان ليك حق، شويه كلام صغير قد كده اهو. شوية كلام صغير قد كده اهو؟ ايوه. وبعدين يا بابي انت ليه مش واخد بالك ان انا لسه بتعلم؟ والله بجد انا عندي احساس ان المشروع ده هو اللي انا هكمل فيه. طب بذمتك انت مش هتبقى قاعد فرحان وانت في وسط اصحابك كده في النادي وبتتفشخر وبتقول انا صاحب اكبر مدرسه في مصر؟ ولعلمك بقى انا بخطط ان المدرسه دي ما يكونش ليها زي في مصر، وهخليهم هم اللي يجوا يتحايلوا عليك علشان يدخلوا احفادهم كمان. بشرطين. موافقه. مش تسمعيهم الأول؟ اتفضل. مش هديلك فلوس، عايزة توضبي المدرسة وضبيها بفلوسك لحد ما تاخدي القرض. يا نهار اسود ونايم، هو انا معايا فلوس تغطي القرض؟ والشرط التاني يا بابي؟ أبقى مدير المدرسة. تبقى ايه؟ مدير المدرسة، عشان ما فيش كبيرة ولا صغيرة تعدي اللي تكون بمعرفتي أنا. منبهرة. مش هتنازل عن الشرطين دول عشان أبقى عارف كل حاجة من البداية. وهي دي مميزات برج العقرب. انا ممكن اعرف ايه اللي انت عملتيه ده يا فيروز؟ يعني بعد ما اجيب لك شغلانه وتتقبلي فيها تروحي تعملي الريسك ده؟ يا بنتي ده انت كنت رايحه تمضي العقد. ايه الريسك؟ مش فاهم. الريسك انك تفتحي مشروع. معلش انا مش عايز ابقى محبط، بس هو مكتوب له الفشل من قبل حتى ما يبتدي. وبعدين انك انت تاخدي ريسك زي ده وتفكري كده هو ده اللي غلط. وهو يعني الشغلانه دي ما فيهاش ريسك؟ لا طبعا ما فيهاش ريسك، مرتب ثابت وكوميشن. ولما الشركه ترفدك من غير سبب ده مش ريسك؟ وبعدين يا خالد هي دي كانت عيشه اللي احنا عايشينها على اعصابنا من اول الشهر عشان التارجت. ما هي دي كانت عيشتك كده كده، ايه اللي جد بقى؟ كنت مستحمله كل ده عشان ادفع مصاريف مدرسه فريده، لكن دلوقتي خلاص انا متاكده البنت هتتعلم احسن تعليم وهتبقى كمان قصاد عيني، ولا كلاينت يبهدل فيا، وهبقى مديره نفسي. طيب انت جايباني هنا ليه؟ ممكن اعرف عايزه مني ايه يا فيروز؟ عاوز ايه يعني يا خالد؟ انا بس كنت عايزه اشكرك، انت وقفت جنبي الفتره اللي فاتت وكنت جدع جدا. وكمان عايزه اعتذر لك يعني لو رفضي للشغلانه دي سبب لك اي احراج. طيب يا ستي انا متشكر. عايزه اطلب منك حاجه كمان. اتفضلي. عايزاك تفضل جنبي وفي ظهري يا خالد زي ما انت معودني على طول. وانا جايبني ورا غير كده يا فيروز؟ تمام. اخر طلب بقى. اتفضلي. عايزاك تعملي دعايه كده عند كل اصحابك واخواتك وقرايبك يجيبوا عيالهم عندي المدرسه. يا ستي لو على كده اعتبري كل ولاد اصحابي وولاد اخواتي وولاد قرايبي وانا كمان لو عايزه موجودين عندك في المدرسه. بس ما تنسيش الكوميشن. لا، بيزنس از بيزنس. عايزه ايه كمان؟ لا كده تمام. اشرب بقى اللي بتاع الجميل ده.
ليه ده؟ هي دي الفلوس اللي معاكي عشان تعملي مدرسة؟ دي ما تجيبش سبورة. خدي. أنا خدت موافقة على القرض بضمان المدرسة. بجد يا بابي يا حبيب قلبي. انت عارفه يا فيروز، انا عملت مشاريع كتير وقليل، بس المكان ده فيه فايبس كده مختلفه. ايوه عندك حق. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ريحه الدهان فظيعه ومجنناني. ايه ده؟ ايه شغل الادمان؟ دهان ايه؟ قاعده بكلمك في فايبس وقاعده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني انت بذمتك ريحه الدهان دي مش عاجباكي؟ شمي كده بس شمي. بقول لك ايه؟ اقول لك على سر، انا ما يكيفنيش بقى غير ريحه بنزين 80. والله ده انا دخلت بنزينات كتير وقليل، لكن اجي بقى عند البنزينه اللي فيها بنزين 80 واحب ادخلها، ابقى بفول 95 واشم 80. والله حاجه على ايه؟ انا مش عارفه ليه متخيلكي وانت خطيبك يوم الفالنتين جايب لك كده جركن حلو بنزين 80 بدل البرفيوم. بقول لك ايه، ده انا ساعتها احبه اكتر والله. والله لو حد صورنا دلوقتي مش عايزه اقول لك هيقولوا علينا مدمنين والله ويقفلوا المدرسه. طب تعالي بقى نركز كده ونتكلم في الشغل ونتكلم في الجد. مبدئيا كده بابي هيبقى هو مدير المدرسه. ايه الاستعباط ده؟ احنا مش قلنا الاداره 50-50؟ اولا هو صاحب المكان، ثانيا بقى ده كان شرطه الاساسي عشان يوافق ان انا افتح مدرسه يعني. وبعدين انا بصراحه لما جيت فكرت في الموضوع لقيت ان المدرسه محتاجه لواجهه والقائد، واكيد ده هيطمن اولياء امور كتير، وبعدين مش هنلاقي احسن يعني من القبطان عز الدين. وبعدين يعني فكري فيها، مش احسن ما ابقى انا وانتي قاعدين ورا مكتب واحد؟ الصراحه احسن، حتى الحاج ابوكي القمر ده هيبقى التعامل معاه اسهل منك بكتير. ماشي، يلا بينا بقى نشم بنزين 80 ونشوف شغلنا. خليها طبعا. حبيبي يا انكل. مفيش صباح الخير. ايه يا انكل ده؟ يا نهار اسود، طلاسم معمول لك عمل. طلاسم بروبشي عايز تعمل تاتو خلبوس زي بابي. طب بقول لك ايه، تعمله هنا، الحته دي بتبقى جامده جدا. وين؟ هنا اكتب. بعمله هنا. بما ان حضرتك ما فهمتيش حاجه من اللي اديتهولك دون، يبقى انت ما اقتنعتيش بحاجه اسمها الطب النفسي، يبقى مش جايه تعالجي عندي. ايه ليه؟ مين اللي قال ان انا مش مقتنعه بالطب النفسي؟ بالعكس انا مقتنعه جدا باهميه الطب النفسي، بس انا يوم ما افكر اتعالج عند حد هيبقى اي حد تاني غيرك. يا للدرجه دي انا سمعتي وحشه؟ لا طبعا يا انكل، ده انت حتى من اهم الدكاتره اللي موجودين في مصر. طب انت عارف يا انكل، عارف كل اصحابي اللي اتعالجوا عندك هنا مسمينك في النادي ايه؟ مسميني ساحر العقول. ولما انا ساحر العقول فين بقى المشكله؟ فضحني. وايه تاني؟ وصاحب بابي. حاجه تانيه؟ ما بيتبلش في بقك فول. وايه كمان؟ لا يا انكل انا بهزر معاك والله، بس زي ما تقول كده انا حاسه ان انا في فتره كده فيها اكتمال ذهني. ايه؟ الاكتمال الذهني. مال رزق. طيب ولما حضرتك عندك اكتمال ذهني جايه مشرفاني ليه؟ وحشتني بجد وحشتك. اصل انا بصراحه يا انكل يعني لقيت نفسي قريبه منك، قلت اما اجي ابص عليك، وحشتني جدا. انت لسه من قايله ان انا دكتور نفساني شاطر صح؟ ايوه طبعا قلت. حد ينفع يكذب على دكتور نفساني؟ لا طبعا. طب ما تجيبي من الاخر في ايه بقى؟ فاكر من دقيقتين لما لسه قايله لك انك اهم دكتور في مصر، قلت ولا ما قلتش؟ حصل حصل قلت انك ساحر ولا بقى اهو والله حصل. ساحر ولا مش لا ساحر؟ ساحر. بصراحه بقى يا انكل يعني انا عايزاك في موضوع مهم جدا بالنسبه لي، والمشكله انه هيبقى تافه جدا بالنسبه لك. من غير مقدمات اتفضلي. انا عملت مدرسه، ابوك قال لي، وعايزه اعمل فيها فكر وسيستم جديد. ابوك قال لي. انا عايزاك معايا في المدرسه. ابوك ما قاليش ده علشان هو نفسه ما يعرفش. انا عايزاك تشتغل معايا في المدرسه. اشتغل ايه؟ مدرس؟ يعني بصراحه كده
هبقى بكدب عليك لو قلت لك يعني اللي انا عايزاك فيه ده ليه تايتل. المشكله يا انكل بس ان بابي وكل اللي حواليا واللي قريبين مني فاكريني يعني واخده موضوع المدرسه دي انها فسحه ولا مشروع كده، انا يعني بحاول او تصلح غلطه سيف. بص ما اكدبش عليك ان هو ده كان الهدف من الاول، بس دلوقتي انا بقيت حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه كبيره جدا، حاجه ما اتعملش زيها في الميدل ايست. انا نفسي اطلع طلبه متفوقين في الدراسه، ومش بس كده، نفسي اطلعهم اسوياء نفسيين كمان. من الاخر كده انا عايزه اعمل حصه مواقف. ايوه بمعنى بقى؟ بص انا عايزه حضرتك تعمل حصه كل اسبوعين مش اكتر، حصه كده بتدخل للاطفال بتحكي لهم عن موقف معين وتساله لو انت مكان بطل الحدوته هتعمل ايه، من خلال بقى اجاباتهم. ايوه احللهم نفسيا، ولو كان في حد عنده مشكله او نقص ما، مش كده برضه؟ ومش بس كده، احنا ممكن نكتشف فيهم مواهب ما كناش نعرف عنها حاجه، وساعتها حضرتك هتيجي تنقل ده مش بس للمدرسه ولعيلتهم كمان، وكلنا هنهتم بحاجه زي كده ونقدر نوفر للطلبه دي مستقبل متميز جدا. عارف يا انكل انا عايزاك في ايه كمان؟ عايزاك تحضر معايا كل الانترفيوز اللي هنعملها للموظفين والمدرسين، لان انت هتكون احسن واحد يقدر يقول لنا هم يصلحوا للبوزيشن ده ولا لا. خير مش انا لسه قايله لك من شويه انك من اهم الدكاتره الموجودين في مصر؟ صح؟ وقلت لك انك ساحر. حصل. انا ما عنديش حد غيرك واثق فيه يعمل لي كده يا انكل، والنبي قول انك موافق. موافق. يا جماعه احنا كده فعليا هنبقى بنبتدي اول اجتماع لينا في المدرسه، والاجتماع ده علشان تشكيل مجلس الاداره. انت يا بابي هتبقى رئيس مجلس الاداره ومدير المدرسه كمان حبيبي. شكر جدا يا جماعه. اما حضرتك يا انكل شهاب هتبقى نائب رئيس مجلس الاداره، واحنا الثلاثه هنبقى اعضاء في مجلس الاداره، بس اي قرار بيتاخد الموافقه بتاعته لازم تكون براي الاغلبيه. يا ولاد اللذينه، بنتك بتضحك عليا بكلمتين عشان وافقت تبقى انت رئيس مجلس الاداره وانا النائب، يبقى كده علمت عليا كده قدام شله النادي. ماشي، مقبوله منكم. انت بتقول كده، امال انا اقول ايه؟ اللي خلتني انا عضو عادي وعز بيه هو رئيس مجلس الاداره عشان يعلم عليا قدام شله النادي كلها. انت من الشله؟ لا ليه؟ زعلان ليه؟ لا مش زعلان. هزارك شوف فتح علينا ايه؟ اصمت، احلف ماخدك معايا في حته، سامع ولا لا؟ سوري يا انكل شهاب سوري. يا جماعه ما علينا، تحبوا نبتدي منين؟ اول حاجه نبتدي بيها بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يوفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجه، احنا فاتحين المدرسه دي لمين؟ مين الجمهور المستهدف اللي احنا فاتحين عشان المدرسه؟ الطلبه. فيروز، الطلبه هم اللي بيختاروا المدرسه برضو؟ طبعا لا، اولياء الامور المامز والدادز والكلام الجميل ده هم اللي بيختاروا. لما نعرف اولياء الامور بقى هم عايزين ايه، نقعد مع بعضينا ونحط الاستراتيجي بتاع المدرسه. نائب يا جماعه، نائب. انا مشتركه في اغلب جروبس الماميز دي، كل شغلي اونلاين عليه، هسالهم النهارده كلهم. وانا كمان هكلم ساره وكل اصحابي اللي اعرفهم في النادي. جميل، اشتغل على الكلام ده وبعد كده نشوف ماما عايزه ايه، ولما نعرف ماما عايزه ايه نقعد نشتغل بجد. والله العظيم نائب. طيب نسمع سوزان. هاي فيروز، انا عايزه اقول لك انك جيتيلي في وقتك اصلا. انا معايا بنتي اول سنه ليها السنه دي في المدرسه وحاساني تايهه جدا. حبيبتي طبيعي جدا التوهان ده، وعايزه اقول لك هيستمر معاكي فتره يعني. الله يطمنك، ده انا قلت علشان اول سنه بس. ما هي المشكله انه المدرسه هي اللي بتتسبب في كده، واغلبنا بيدفع فلوس كتير قوي فيها. ده مش كتير بس، ده كتير اوفر. بالظبط كده، وعشان كده انا بحس ان اقل حاجه ان احنا نستحقها اننا نلاقي اكتيفيتيز ونلاقي كواليتي في المنهج تبقى على الاقل يعني على قد الفلوس اللي احنا بندفعها. وعلشان كده انا عملت الروم دي. احنا عاملين الروم دي. عايزه بقى اسمع اكتر عدد فيكم، عايزاكم كلكم تقولوا لي ايه اكتر حاجه ناقصاكم في مدرسه ابنك او بنتك يعني. انا مشكلتي باختصار ان بنتي شعرها طويل، وطبعا عرفت ايه اللي بيحصل لحد ما البنت اتعقدت وغيرنا اكتر من مدرسه.
المشكلة بقى إن في مرة كانت تنمر من واحدة من المدرسات. أنا مشكلتي إن أنا شايفة المصاريف اللي ندفعها مفيش قصادها مقابل. يعني مثلا السبورتس اكتيفيتيز في المدرسة تقريبا زيرو. هو واضح ان انا الراجل الوحيد اللي موجود في الروم، بس انا كنت عايز اقول ان زي ما الامهات عندها مشاكل، الابهات كمان عندهم مشاكل. يعني انا مثلا سنجل فاذر، فبعاني مع بنتي من نفس المشاكل اللي بتعانوا منها مع اولادكم. انا حاسه ان احنا لسه فاضل لنا كتير قوي عشان نعرف نبتدي. ساتر، ليه التشاؤم ده يا بنتي؟ تفائلوا بالخير تجدوه، كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله، ما تقلقيش. اول يا جماعه، انتوا عملتوا بلان لسيستم المدرسه ولا لسه؟ هو احنا يا انكل اون مستعملنا بلان، بس تقدر تقول كده ان احنا لسه ما وصلناش للصوره اللي ترضينا. يعني لسه ما وصلناش للحته اللي تخلينا مختلفين عن اي مدرسه تانية. احنا مش لازم نبقى مختلفين لمجرد الاختلاف، احنا ممكن نبقى شبه مكتملين. لو في اي مدرسه بتعمل حاجه صح ناخدها ونطورها. المهم دلوقتي عملتوا اللي احنا اتفقنا عليه، شفتوا الناس عايزين ايه؟ ويا ريتنا ما شفنا. كل واحد عايز يربي عياله على كيفه وعكس التاني. في اللي عايز عياله يتضربوا وياخدوا بالجزمه عشان يتعلموا، وفي اللي مش عايز حتى المدرس يشخط فيهم. وفي امهات بتشتكي ان المواد صعبه، وامهات تانية بتشتكي ان ولادهم ما بيتعلموش اي حاجه في المدرسه. فلو احنا مش عارفين نعمل ايه، مفيش سيستم مدرسه هيعجب كل الناس. انا شايف ننسى موضوع البلان ده ونبتدي من الاول خالص. انتوا هتسموا المدرسه ايه الاول؟ هو احنا لسه ما استقريناش على اسم. بس والله يا انكل ده سؤال مهم جدا فعلا، احنا زي ما فكرناش فيه قبل كده. ايه رايكم نسميها مدرسه الامل؟ لا 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 لا، جو دار مسنين قوي ده. طب قولي حضرتك يا جينيوس. المستقبل. يا سلام على الكرياتيفيتي، ده ما فيش شارع فيك يا مصر ما فيهوش مدرسه ما اسمهاش المستقبل. عشان الاسم حلو. خلاص نسميها مودرن، مدرسه الحياه. النهار. او سي بي سي سفره، ولا نسميها المحور ولا الدائري، واحنا بنرتب قنوات يا جماعه. ايه الهطل ده؟ طب بصوا، قبل ما نفكر الاول الاسم حلو ولا وحش، نفكر في اسم له معنى ونشوف احنا اخترنا الاسم ده ليه بالتحديد. طب كويس، هدفكم ايه بقى في المدرسه؟ نفسنا في حاجات كتير جدا. نفسنا نوفر تعليم كويس جدا للاولاد، نفسنا نطلع جيل فاهم في الاتيكيت، عنده اخلاق، عنده ادب، بيعرف يتصرف، مش جيل كده ضارب لخمه. وعايزين نثبت لهم كمان ان احنا الاصل بتاعنا كويس، مش محتاجين العيال يبقوا بيتكلموا انجليزي بس وما بيعرفوش يتكلموا عربي وبيقلدوا الخواجات في كل حاجه. نقول لهم طب قلدوهم في الصح يخلعوا. حلو قوي اللي انتوا بتقولوه ده. انتوا عارفين ان في واحده حلمت الحلم اللي انتوا بتحلموه ده من سنين طويله قوي؟ الواحده دي اسمها الاميره فاطمه اسماعيل. الست دي صرفت فلوس كتير جدا على التعليم وعلى المدارس، ولولا فاطمه اسماعيل دي كانش هيبقى في حاجه اسمها جامعه القاهره. ده وقت درس تاريخ يا بابا بالذمه. تصدقي بظهر ايدي؟ اسكتي انت، انكل عصمت بيتكلم صح. طب ايه رايكم نسميها مدرسه الاميره فاطمه اسماعيل، ويبقى تكريم ليها على اللي هي عملته واللي احنا بنحاول نكمله دلوقتي. حلو اسم المدرسة.